I'm a shy person in life. So basically, when you meet me in the real life, you won't be able to talk to me because you are going to find me direct. Always. Hello guys, welcome back to my channel. أنا بغيت نعرف السلام عليكم أصدقاء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واش كنحس بالغرابة وانا كنسجل في البودكاست؟ ما عرفتش علاش في الابيزود بالضبط، انستي ابيزود. lately كنت شفت واحد المقولة اللي كنت ديجا درت في الابيزود الكئيب قبل من اخر فيديو درت، اللي كان كيقول فيها دوستويفسكي. المهم نقدر نكون ما نطقتش الكلمه مزيان، الاسم ديالو مزيان، مي بون كان كيقول فيها باللي حتى الاحلام يجب عليها ان تقاوم لكي تظل على قيد الحياه ولا شي حاجه بحال هكا. it resonates with me بزاف، يعني سرات معايا هاد الجمله هذه. and I was too curious to know like the book from where this quote was extracted. لقيته باللي من واحد الكتاب اللي سميتو الليالي البيضاء، رواية، and I was too curious to read it. كنعرف دوستويفسكي من السانكيام، كنت كتقرا مع واحد البنت اللي كتقرا ليه روايات ديالو كاملين بايدو، كانت كتقرا في الجريمة والعقاب. I was not interested in reading such books like and كنت ديك الساعة كنقرا الروايات ديال يلا بديت كنقرا في الروايات ديال خولة حمدي وحنان لاشين، ديك سلسلة ديال مملكة البلاغة وداك الشيء، وأدهم الشرقاوي سورتو اللي باقي كنقرا ليه لحد الآن. أحسن كاتب واعر بزاف، وديما كنقول باللي his wife is too lucky to have him زعما to be honest in her life like. المهم قريت الكتاب رواية صغيرة دغيا تقرا. if you want نقدر زعما من بعد ندير له واحد التحليل من خلال زعما تحليل بسيط. en fait شي مرات الكاتب كتحس بحال بداك البروتاغونيست ou bien زعما ليغو ديال ديك الرواية كتحس بيه il te représente d'une manière ou d'une autre. cependant كتمشي معاه ايموشنيلمون وكذا، ولكن اذا جيتي بغيتي تحاول زعما تحلل l'histoire logiquement parlant غادي تشوف بلي القصة كاملة even though زعما était émotionnel و it made you sad والعيبات، راها illogique زعما داكشي كامل مبني على الغلط، وبزاف ديال لي كونسيبت داك لي بيرسوناج برينسيبو ديال ديك ليستوار ما فاهمينهمش مزيان. but anyways so قريت هذاك الكتاب and بديت كنبحث شويه على دوستويفسكي العيبات. انا I'm willing to read more books زعما عليه. تلقيت مع واحد الكوت اخرى اللي كيفاش نقول لكم، اللي حتى هي سرات معايا، بقيت كنفكر في الاعماق ديالها. كيقول فيها I say، المهم تقريبا كيقول بحال هكا I say let the world go to hell but I should have my tea ولا I should take my cup of tea. يعني خلي العالم يمشي للجحيم، انا اهم حاجه دابا بالنسبه لي هي نشرب الكاسي ديال الاتاي. في ديك اللقطه بالضبط انا جي ستريسي باغ لي زيكزام والحاجات وداك الشيء، كنقول I should صافي ستوب هادشي، خاصني صافي نخدم فن لا مبالاة and just to take time to just take care of myself and to do the things that I love to do شي حاجة باش ننسى. وخدتها كقدوة ليا في داك النهار. يعني من الجانب لو بوزيتيف ديال هاد القولة هادي نقدروا نقولوا باللي مزيان الانسان يخرج شويه من لو ستريس ديال لافي شي مرات ويغكومبونسي راسو، حتى نفسك وقفت معك بزاف و you deserve باش انك تفرح براسك وغير بشويه الانجازات اللي كدير.
غير لو فات ديال انك كتفيق كل صباح كتواجه نفس الروتين، نفس القرايه، نفس المود، نفس السيستم، نفس داكشي كامل وستريس، وباقي عايش وباقي غادي كتناضل وكتقاوم، راه انجاز. راه واخا كيبان لك راسك ما كدير والو، tu ne fais pas واحد لو بروغري بارابور او جون اللي قدك واللي بحالك واللي واصلين واللي داروا العالم واللي ما عرفت شنو، انت باقي في نفس البلاصه، في نفس المدينه، في نفس البيت اللي غملتي فيه 21 عام من حياتك. راه you should you deserve more زعما. يعني خصك تريكومبونسي راسك، يعني شي مرات خصك تستوبي and you go to do something. I think that everyone do this زعما، ولكن I'm talking about people اللي هما hard workers زعما. خصكم تحتفلوا براسكم شويه. ف I was like okay، يوقع اللي بغي يوقع، صافي. I'm doing my best. انا كندير داكشي اللي عليا، واللي بغى ربي اللي غتكون، وداكشي اللي مكتب لي راه مكتب لي ربي قبل ما نزيد ما عرفت شحال من سنه. سو بيزيكلي من حقي ناخذ الكاس ديالي ونشرب قهوه. وذاتس واي ام ابلودين هذا الفيديو دابا، حتى شابني واحد الليل طويل، وهادو هما الافكار ديال 12 ديال الليل. بقيت شابني واحد الليل طويل وشابني كنكودي كنفهم واحد اللعيبات. I was like اوكي اجي نطبقوا هاد القوله هادي. So basically هاد القولة هادي the positive side ديالها هو هذا. فريمون كنت باغا ندير هاد الفيديو مور ما نقرا الكتاب اللي سميتو Notes from the Underground، ولكن قلت ربما غادي ندير 2 ايبيزود. الابيزود الاول غنناقش فيه الافكار قبل ما نقرا الكتاب، وعاده من مور ما نقرا الكتاب باش نفهم الكونتكست اللي تحطت فيها القوله، لانه كنشوف فيها بزاف ديال السيلفيشنس والانديفيدواليزم que je hate ريال اللغة. دابا اللي يشوفني يسحب لي انا واعرف لونجلي وفرنسي صباليموني ولكن اخوتي اش غادي نقول لكم، لله ما اعطى ولله ما اخذ. المهم بيزيكلي كنشوف باللي هاد القوله هادي من اندر ذا هود زعما فريمون فيها كترانسفيري بزاف ديال الانانيه وبزاف ديال الانديفيدواليزم. كيفاش؟ يعني انا ما سوقيش شنو واقع في الكوكبه، انا ما سوقيش شنو واقع في العالم، شنو واقع في اللي حدايا، في اللي ورايا، في الكون. اهم حاجه بالنسبه لي هي راسي، نحب راسي ونبغي راسي. ما سوقيش في بنادم، ما سوقيش في جاري. باغ اكزومبل جو فو دون ان اكزومبل، اون فيت راه هادشي اللي واقع دابا في الكوكبه، راه هادشي اللي واقع، راه هذا هو البروبليم. راه إذا طحنا في التطبيق الأعمى، جو بونس طحنا فيه التطبيق الأعمى ديال هاد القولة هادي، راه صافي مشى فيها العالم. to be honest. بتخيلوا معايا أنا دابا جالسة ياك، جا واحد الشفار كنسمع الغوات ديال الجيران من هاد الشرجم هذا، الجيران طلع لهم شفار كيضرب فيهم بالسيوفة. حنايا الدار كامله والدرب كامل تبع هاد القوله هادي، ما سوقيش شنو واقع. المهم انا بغيت نتفرج في هاد الفيلم، كنتفرج فيه دابا كنكودي خدام على راسي، جو مون فو اوكي مزيان. داك الشمكارد هذاك فاش علاش ما نوضوش كاملين وتحدنا في الاتحاد قوه، غنوضو غادي نغلبوا داك السيد اللي طاغي، اللي ما عادش سحب لي راسو، اللي بغى يشفر الجار ديالنا، واللي خصنا نعاونوه اذا كنا مسلمين. اوكي ما عاوناه، شنو غيدير داك الشفار؟ غادي يبقى يمشي، غادي يسالم الزر الاول، غادي يشفرو، وغادي يدوز عند الزر الثاني، غادي يدير لي نفس الشيء، حتى حنا نسوم انديفيدواليست وكنبغيو راسنا وسيلفيش. وربما شي ناس غادي يفروا، غادي يهربوا، ما يبقاو يفكروا في حتى شي حاجه، راه وصافي غيدور على الدرب كامل. وهذيك تفكرني في يوم القيامه، اللي كل شيء غادي يبدا يقول نفسي اللي كل واحد يولي يفكر غير في راسو. كيفكرني في واحد الايه قرانيه اللي كيقول فيها الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد ضارب على راسو، كل واحد كيفكر في راسو. انا صافي الام ديالك مابقاش عاقله عليك، حتى حد ما كيبقى صافي نفسي. انا كنشوفو دابا في الواقع. وهاد لو بيتي اكزامبل حاولوا تطبقوه على شنو واقع دابا في العالم، شنو واقع دابا في الكوكبه، and you are going to realize that
we are individualists وطحنا في هاد الشيء اللي كاين في هاد القولة هادي even though we are against it even if you are دابا against هاد الشيء وكتقول لا خصنا نكونوا كدا وكدا. I still remember like it was yesterday زعما فاش يلا بدات الحرب لفلسطين شهر 9 باقي يلا بداو داكشي عرفتي باقي فينا ديك الهيومانيتي باقي ما متقبلينش البلان شنو واقع في الكوكب والظلم داكشي الله بادي. and شفت واحد ستوري ديال واحد خونا كيقرا في واحد ليكول اكس ومدايرين واحد الصواغي ويلا بادي الحرب وكل شيء متضامن مع مكسيطه وقلت ليه وعرفتي داك النهار هي فين ضربوا داك المستشفى هي فين كانوا ضربوا داك المستشفى ودخلت الانستغرام كنلقى الروينه نايضه وواحد الراجل في ناموسيه وتحته ضايه ديال الدم لايك ليترالي ضايه انا كنبكي متاثره مع داكشي اللي واقع في فلسطين. كندخل الستوري ديال واحد كنلقى كيشطح في واحد الصواري دويت معاه درت فيه لايك ليترالي درت فيه ويقول لي شنو بغيتيني نمشي نجلس نبقى نبكي وربع يدي شنو غندير لهم انا زعما شنو بغيتيني ندير لهم ما عندي ما ندير لهم. على الاقل الانسان غير يكون هيومن واحد شويه ويحس بدوك الناس يتضامن معاهم واحد شويه يأجل داك الشيء حتى تبرد القضيه زعما it's not that necessary باش انك دير اجلوها كما كنديروا فاش كتوقع شي كارثه كنضامنوا مع دوك الناس كما فاش وقع الزلزال كلشي ضامن معانا يعني رثاء لنا وداكشي اللي دويت عليه كان ديما كيضرني في راسي هاد لو سوجي ديال واش هادي انانيه ولا غير من حقي نديرها ونتهلا في راسي prioritize راسي على الناس. je vais vous donner un exemple وعطيونا الرأي ديالكم في لي كومونتير. باغ اكزامبل شحال من مره باغ اكزامبل كنكون كنراجع في واحد لو موديول وكنصيفط لواحد البنت باغ اكزامبل كتقرا معايا فاهمه ناضيه عفاك شرحي لي واحد التمرين في الديكتاكتا اللي كنتي فهمتي سيل تبلي شرح لي كتقول لي مش شحال ما راجعت الموديول باقي ما وصلتش داك ليكزارسيس حتى نوصل ليه ونرد عليك. وانا كنشوف باللي هذه شويه ديال السيلفيشنس كنشوفها علاش كنقول باللي شنو غادي تخسر اذا جبدات لو تي دي وشرحات ليا زعما ياك هي غتوصل لي غتقرا صافي تشرحوا ليا زعما. اولا مثلا فاش كنقول لشي بنت صيفط ليا شي حاجه شي كور ولا شي حاجه كتقول لي انا غدا باغا نمشي الناس حتى نفيق ونصيفط ليك كنشوفها كسيلفيشنس كنقول زعما شنو خسرات هي باقا ما نعساش تصور ليا وتمشي فهمتوا. ولكن من واحد الناحيه اخرى كنقول اذا الانسان بقى اي واحد جا عنده كيدير معاه بحال هكا راه غادي يخسر راسو ويلقى راسو ما دار هو والو في حياته وبقى كي بريوريتايزي غير الناس في عوض ما بريوريتايزي حياته هو وراسو هو. سو كان ديما هاد القضيه كتحطني في واحد المفارقه ديال واش هادي انا من حقي كل واحد عنده حياته كل واحد من حقه يكون عنده دي بريوريتي ومن حقه يدير دي بريوريتي يفضل بزاف د الحوايج عليك نتيا وبيان هادي راها بصح انانيه. و sometimes كيقول لي راسي بلي ربما I'm just not that important to them زعما if I were their best friend ولا شي لعيبه they would love to help me. and كنشوف بلي هاد القضيه ديال الايثار كنشوفها a form of love باسكو يا دي جون اللي تقدر فريمون تفونس في المشاكل ديالهم and you know بلي راهم غادي يبرسطوك and you want to help them and you are ready to just تخلي كل شيء وتقاتل معاهم وتعاونهم وتبغي تشوفهم في داكشي اللي باغين هما يوصلوا ليه اكسيتيرا دونك كنشوف بلي it's a form of love يعني هاد الاطار واحد الناحيه ديال انك توقف مع الناس في الوقت اللي كيحتاجوا. وكنشوف بلي هاد القضيه كاين واحد التناقض لان الاسلام امرنا باننا
قالك كان الله في عون العبد ما دام لن يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يعني ونعامل الناس كما كنبغيهم يعاملوني، يعني نحط راسي في ديك السيتوياسيون ديالو، نقول اوكي كون كنت انا بلاصتو واش غادي نقول اوكي ولا لا، فهمتوا؟ واش غادي نبغي يعاوني ديك الساعه ولا لا، ونعاملو كما غنبغي اي واحد انا يعاملني. سو بيزيكلي هذا الموضوع هذا كيحطني في واحد المفارقه وكيفكرني في الاطار في الدين ديالنا. واحد القصه جميله ديال الاطار. وإن كان صراحة في القرآن الكريم وفي الأحاديث الله سبحانه وتعالى كيأمرنا باش أننا نتهلاو في راسنا ونتهلاو في النفس ديالنا ونبريوريتيزيوها على أي حاجة أخرى. باغ اكزومبل الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف باغ اكزومبل كاين واحد الآية اللي كيقول فيها الله سبحانه وتعالى الرسول كيقول ليه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني كيقول الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم just relax، ما تعصبش راسك، ما تفقش راسك الا ما بغاوش يامنوا بيه. من ابصر فلنفسه، ديمو شي حاجه الا لانفسكم. كاين بزاف الايات بحال هكا، يعني كيقول لك ما تمرضش راسك على وديت الناس. وهاد القضيه هذيك تفكرني في واحد القوله اللي قريتها في واحد الكتاب ديال عقدك النفسيه سجنك الابدي، اللي كيقول فيها كاتب كيقول فيها نو ماشي في عقدك النفسيه، في واي مان لوف بيتشز، باقي ما كملش الكتاب. لماذا الرجال يحبون العاهره. المهم العاهره ما كتعنيش ديك الكلمه الخايبه، كتعني حاجه اخرى. كيقول باللي ما معناه ان الشمعه اذا حرقات راسها 2 مرات باش تشعل كتعيش نص ديال عمرها. يعني اللي حرق راسو على وديت بقى كيمرض راسو على وديت اي حاجه في الحياه، سورتو مع لي جون راه il va mourir قبل من الوقت ديالو، غادي يشرف قبل من الوقت ديالو. فهمتوني؟ دونك دابا نرجعوا للنقطه. القصه اللي كنتفكر في الحديث ديالنا على الايثار، والايثار كنلقاه عاوتاني كاينه مفارقه ما بين الايثار والتضحيه، وكنشوف باللي الانسان خصو يضحي وما خصوش يضحي. حتى باغ اكزومبل شي مرات فاش كتضحي بزاف كيوليو الناس يسحب ليهم باللي داك التضحيه ديالك راه سي ان دوفوار كو دو فير، ماشي شي حاجه غير زديه حتى شي يو لاف دم ولا شي لعيبه، كيوليو يشوفوها كوم ان دوفوار كو دو فير توورds دم، وما كيبقاوش يسمحوا ليك اذا مثلا درتي العكس ديال ديك الحاجه باغ اكزومبل، ولا ما بقيتيش كدير ديك الحاجه. وهاد القضيه هذه كنشوفوها بزاف في الام مع الاطفال ديالها. يعني لفت ديال ان مثلا الام ديالك كطيب وكتسيق وكتجمع لك حوايج، سي با ان دوفوار، راه خصك تعاونها وتصوم غير باسم الحب. if you love her ما غتبغيهاش تمرمد، سورتو الا كنتي انت ما عندك ما يدار وكنتي جالس يعني مرتاح وعندك وضله وما عيانش من الخدمه وكذا كذا 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 كذا، راه اذا كنتي كتبغيها وما غتبغيهاش تشوفها مكرفصه وغتبغي تعاونها. راه من الانانيه والسيلفيشنس وداك الشيء كامل انك تكون انت بخير ومرتاح وجيتي من الخدمه ومرتاح وكل شيء وحط رجل فوق رجل وكتفرج، وهي شعرها مشوك وفيها ريحه التحمير والبزار والخرقوم ديال القرن 17 من ديال القرن 17 ولابسه بيجامه من اول نهار تزوجات بيك وهي عندها، وغادي يجيها كاع الامراض النفسيه وكذا 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 وكذا، وكتضحي سورتو فريمون الام كتضحي بزاف. ما عرفتش كل شيء جو بونس با كل ماجوريتي، ولكن راه تعطيك كل شيء، تعطيك كل شيء، عينيها تعطيهم ليك باش تشوف بهم. راه تبقى بالجوع باش تاكل. كنشوف هاد القضيه زوينه وميمتو خايبه. وهذا النهار ناقشنا مع واحد الاستاذه ديالنا في الباك هذا الموضوع هذا، قالت لك انا ما نضحيش على وديت ولدي حتى شي يقدر يتمرض عليا فاش يكبر، وما نخلصش عليه الفلوس باش ندير ليه شي ايكول اكس ولا ايغريك، واذا كنت غندي نخلص عليه غندير انا وياه كونطرا كو فاش يخدم يرجع لي فلوسي. هاد الفكره كانت ديال الاستاذه، شفت حتى هي سيلفيش بزاف، حيت قالت لك كاينين شي امهات اللي ولادهم في الاخر
تمردوا عليهم قال لها شكون اللي قال لك انا كنت باغي، المهم تزوج وخلاها اكسترا اكسترا. المهم هذا حتى هو موضوع اخر، ولكن كنشوف باللي خاص تكون الوسطيه والاعتدال في اي حاجه. القصه اللي كنت بغيت نقول لكم هي ديال انه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان جا واحد الزائر عند الرسول. وحنا كتعرفوا باللي في الاسلام، سمحوا لي ندير بيسي تشارجا، في الاسلام خصنا نضايفوا بالاخر. يعني اذا جا عندنا شي واحد خصنا نضيفوا به ونكرموا. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى عند الزوجات ديالو وقالوا لي ما عندنا والو من غير الماء. بسم الله ياكو. ومشى عند واحد صاحبي قال الصحابه قال لهم شكون اللي بغى يضيف هذا السيد هذا. نقز واحد قال لي انا. تخيلوا معايا ان هاد السيد هذا ما كان عنده والو، مشى عند مرته قال لي راه بغينا نضيف واحد السيد. قالت لي عندنا واحد العشاء صبياني معناه زهيد وعيان. قال لي شوفي انا وياك ما غاديش نتعشاو، والولاد غادي تمشي تنعسيهم، اذا جاهم الجوع غادي ينعسو ما غاديش يتعشاو. انت tu vas faire semblant et on va faire semblant كأننا كنتعشاو كناكلوهم كانوا كياكلوا والو، وعطاو العشاء ديالهم كامل لداك السيد غير باش يضيفوه. وهذه قمه ديال الايثار وقمه ديال الكرم وديال الجود. سو بيزيكلي هذا الموضوع هذا كيبقى يحطني ديما في واحد المفارق ديال واش خصنا نضحي ولا لا، واش هذه انانيه ديال لو فيت ديال انك تقدم راسك والنيدز ديالك للناس، واش غادي تبغي ان الناس يعاملوك بالطريقه اصلا، واش اذا مشينا بالطريقه غادي نمشيو لقدام وغادي نزيدوا بالعالم لقدام ولا لا. جو بونس با كو سي وي بيان سور سي نو. وبزاف ديال الاسئله ديال المفارقه ما بين تزكيه النفس تهلا في راسك والايثار والتضحيه، واياس خاص داكشي يكون متوازن باش نقدروا نمشيو كاملين لقدام. وهاد الايديا بالضبط كتفكرني في واحد القوله حمقاء وكنت كتعجبني كنحس بها فاليغوني بزاف. كتقول لك باللي واحد خيتي كتقول باللي انا نقدر ندير اي حاجه، يمكنني ان افعل اي شيء في سبيل الشخص الذي احبه لدرجه ان اعد له كوبا من القهوه. بحال دابا انا اي لاف ماي سيلف ذات واي صبت راسي كوب ديال القهوه اللي برد وايل انا كندوي معاكم. هاد القوله هذه كتبان لي ايغوني، كان نقدر ندير اي حاجه toward the person I love لدرجه انني صوب لي يعني اقل اكثر حاجه تقدر ديرها هي تصوب لي كاس قهوه، يعني ما غدير ليه والو اصلا. كتفكرني على ذكر القهوه في هاد القوله واعر بزاف. واحد الصفحه قريتها وقيلا حديث الصباح، المهم ما عقلتش سميت الكتاب اياس حديث الصباح ديال الادهم الشرقاوي اللي كيقول فيها صباحك سكر تضعين الماء في الركوة فيدوخ الماء اكسترا وكيوصل واحد الفقره كيقول فيها احبك لكنني اكره قهوتك، احب القهوه مره ويستحيل أن تبقى القهوة مرة إذا أعدتها امرأة من سكر which is so beautiful. هذا صغير قلت لكم أدم الشرقاوي واعر بزاف. I love الطريقة ديال الكتابة ديالو من ناحية الانتقاد، كيفاش كينتقد المواضيع بزاف ديال الحوايج. كاين واحد القولة أخرى ديال دوستويفسكي اللي حتى هي اثارت حفيظتي بزاف ونقدر نناقشها من بعد حتى it's gonna take a lot of time. هي ديال مغربه لي غندوي لها حتى هي. قال لك زعما اذا بغيتي شي بريزوني ما يهربش من لو بريزون خاصك تقنعو باللي راه هو فري. يعني خاصك تقنع داك لو بريزوني وهو في البريزون باللي راه فري، هي از فري سو ذات ما عمره ما غادي يفكر بانه اسكيبي ويخرج من داك البريزون اللي هو فيه. وهذه اذا فكرنا فيها في الديبس ليفل ديالها غادي نكتشفوا باللي that's what's going on اصلا في العالم. راه كيحاولوا يقنعوك باش انك you will be ready to kill people على ودي شحال الفكرة.
ومن بعد غادي تندم عليها. خاصك تولي تآمن بواحد الفكرة باش هما يروجوا لداكشي ديالو. نعطيكم سبيل المثال، كيفاش الفكرة ديال ان التدخين الي فريمون انكولكيو فينا من الصغر، كيقول لك باش تكون راجل اللي يشد سموك، غتآمن بهاد الفكرة وصحابك يامنوا بها ان everything وغادي تكمي. وشوفوا كي ديروا مجهود كبير في الاول، في ديك الحمله الاولى ديال ادفيرتايزمنت، راه دارت في التسعينات وما الثمانينات، ولحد الان باقا الفكره، وراه داز اشهار وسهاله ديال داك سموكين وداك اللعيبات داك اللي غادي في العود اكسترا، ولكن باقا الفكره. وما بقاوش كيضربوا مجهود باش انهم يروجوا لهاد الفكره، حتى غير الدراري كيروجوا بعضياتهم وانس كيطيحوا فيكم وانس صافي كيدخلوا لداك السيركل، كيبان لهم صاحبهم راه باقي ما كيكميش، كيبغيو يجيبوه بنفس الفكره. في هاد الشركه مكتبقاش لعبه دور انها دير ديك الحاجه، وهما كيوليو يروجوا ليها الفكره ديالو. تو بيزيكلي هذا هو البلان في بزاف ديال الحوايج، يقنعوك ان الشراب زوين، ان اي حاجه حرام زوينه، باش يروجوا للشركات ديالهم باش يربحوا فلوس. وداكشي علاش الاسلام محارب، حتى اذا انتصر الاسلام ما غيبقى لا شركه ديال القمره، لا شركه ديال الصراع، لا شركه ديال الكار، ولا حتى شي حاجه. وهاد الشركات هادو انا بالنسبه ليا غاديين بواحد ليدي اونتربرونيريال جهنميه ديال غنبقى نحلب منك الفلوس وغنحلب منك صحتك حتى تموت. يعني غادي نبقى ندخل الفلوس حتى تموت نتايا، يعني ما حدك عايش غادي تبقى تحت الحفيظه ديالي، غنبقى نحلب منك الفلوس حتى تموت. you won't be able to stop داكشي حيت لعبت لك بالهرمونز اللي كاينين في دماغك. وان شاء الله وانا غادي نبدا واحد البلايليست اللي غياخذ لي صراحه بزاف ديال الوقت، بزاف ديال البحث وداكشي كامل، واحد البلايليست غير على البليه وعلى كيفاش دماغك خدام. وان شاء الله غادي نديرو بلايليست اخر على السيره من الكتب ديال ادم الشرقاوي بالضبط ان شاء الله. دونك هذا هو البلان. وكتفكرني هاد القوله هذه اللي قلت ديال انك خاصك تقنعوا بانه راه فري باش انه ما يهربش من الحبس اللي انت ساجنك فيه. بحال مثلا شي واحد كيقول لك انا فري ندير اللي بغيت، يعني نمشي نشرب، نمشي نكمي، نمشي ندير هو راه في الحقيقه راه از امبريزوني في داكشي كامل يدير، راه امبريزوني وكاع ما فري اصلا، غير كيتوهم لي انه فري and we are not free اصلا. حنايا في الكوكب، حنايا في الوجود we are not free، وما عمرنا ما كنا فري، وما عمرنا ما غادي نكونوا فري اصلا. وجودك ما اختاريتيش باش تكون، ما اختاريتيش سميتك، ما اختاريتيش والديك، بزاف ديال الحوايج. so you've never been free، ما عمرك ما غادي تكون فري. كتفكرني هاد القوله هذه بالضبط في واحد المقوله اخرى اللي كيقول لك اذا بغيتي العدو ديالك، اذا بغيتي تغلب العدو ديالك شنو غادي دير ليه؟ تو سامبلومون غادي تخليه يدمر راسو براسو. نخليكم تفكروا في هذه. نتلاقاو في another episode ان شاء الله اللي غادي ندوي فيه التخربيقات. شكرا حتى سمعتوا حتى الاخر. سلام.